السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال طيبه وفي صحه جيده. مرحبا بكم في عالم شيماء، عالم الوصفات الاقتصاديه والسريعه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فكره عشاء او وصفه جديده. وصفه كتجي رائعه بزاف، كنتمنى تجربوها. اللي هي الرز بالفخيدات ديال الدجاج. الفخيدات ديال الدجاج اللي كيجيو على الشكل ديال الكنتاكي كيجيو رائعين بزاف وزوينين. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ واحد الطنجره غنديرو فيها الماء سخون، غادي نخليو ديك الماء شي شويه كيسخن. من بعد خديتنا الفخيدات ديال الدجاج ديالنا. فهنايا فممكن تحيدوا لهم الجلده اولا تخليوها لهم على حسب الرغبه ديالكم، وعلى حسب كاين اللي كتعجبو كاين اللي لا. ضفت هنا واحد الحبه ديال البصله قطعتها قطع يكونوا كبار ولا صغار ماشي مشكل. ضفت كذلك شويه ديال الملحه وخليتهم كيطيبوا. هنا في واحد الاناء اخر اللي غادي نديرو فيه شرموله ديال هاد الدجاج، درت فيه الملحه، الابصار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاحمر وشويه ديال السكينجبير، وكذلك واحد نص حامضه اللي عصرناها اولا تقريبا واحد 2 معالق كبار هكاك ديال عصير الحامض. وغادي نخلطوا المكونات مزيان. كذلك ضفت هنايا الثوم بودره. ممكن تضيفوا الثومه طريه، ولكن من الاحسن تكون بودره باش ما كتعطيناش واحد النكهه مجهده. كذلك عندي هنا تقريبا واحد 2 معالق صغار ديال لاموطارد، واحد شويه ديال الماء باش كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. فهاد الخلطه هادي كتجي زوينه وكتعطينا واحد المذاق زوين بزاف لهاد الفخيدات ديال الدجاج اللي غادي نوجدو. هنايا من بعد ما طابوا لنا ديك الفخيدات ديال الدجاج، ماشي طيبه كامله، تقريبا نص طيبه. تقريبا نخليهم يغليو واحد 10 دقائق هكاك تقريبا، وغادي نبداو كنشرملوهم نوضعوهم في هاد التوابل اللي وضعنا، وغادي نخليوهم كيترقدوا وكيشربوا لنا ديك الشرموله اللي وجدنا. هنايا خديت واحد الاناء اخر اللي ضفت فيه دقيق، يعني الفرص رطب. ضفت فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الابصار، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم، كذلك شويه ديال الزعتر بالنسبه اللي كيعجبو النكهه ديال الزعتر. الا كان ما كيعجبكمش فممكن ما تضيفوهاش، ممكن تستغناو عليها. هاد الخلطه ديال الدقيق هي اللي غادي ندوزو فيها ديك الفخيدات ديالنا. هنايا تقريبا من بعد ديك الفخيدات، فمن الاحسن مثلا كنتو غتوجدوا هاد الوصفه للعشاء، فديك الفخيدات توجدوهم الصباح وتخليوهم كيتشربوا مزيان ديك العطريه ديالهم، اولا مثلا اقل ما يمكن اننا نخليوهم نص ساعه. فكيف ما شفتوا معايا كندوزو المره الاولى فداك الدقيق، من بعد كنعاودو ندوزوهم في الماء، كنعاودو عاوتاني ندوزوهم في الدقيق. هنايا المرحله الثانيه كما كتشوفوا كنحاول كنلبسهم مزيان بالدقيق، يعني كنضغط عليهم مزيان بيدي. فهذا هو السر باش كتجينا ديك القرمشه في ديك الدجاج. كذلك كيجينا ديك الشكل ديال ديك الفخيدات بحال كنقولوا فيه الطبقات، كيجي زوين بواحد المنظر زوين. وكذلك ما كيتحلوش زعما ديك الفخيدات ملي كنكونوا كنقليوهم، وكنبقاو كندقوا مزيان بحال هكا. فكما شفتوا كتكون واحد بحال طبقات ديال الدقيق. والسر هو اننا ملي نكونوا كندوزوهم في الدقيق نضغطوا عليهم مزيان 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 بيدينا، كما كتشوفوا كيجيو بحال هذا الشكل هكايا. تقريبا العمليه كنعاودها 2 مرات حتى 3، كنعاودو كنلفظوهم مزيان من الدقيق وكنعاودوه مره اخرى عاوتاني. هكذا نفس العمليه كنديروا الفخيدات اللي عندنا كاملين. فكما شفتوا نفس الطريقه اللي غادي نستعمل الفخيدات اللي عندنا كاملين. فهذا هو السر باش كيجينا ديك الفخيدات على ديك الشكل، ما كيجيوش رطبين، كيجيو بحال ما هكايا. كما قلت لكم كندوزوهم في الماء وكنعاودو مره اخرى عاوتاني كندوزوهم في الدقيق.
صافي كنبقاو هكا حتى كنسالو العملية كاملة، ومن بعد كنديرو واحد الطنجرة ديال الزيت تكون فيها الزيت بكمية كتيرة وكنقليوهم. فأنا المقطع اللي كان عندي كنقليهم معرفتش تمسح ليا. المهم من بعد ما قليتهم كيجيو بحال هاد الشكل هكا، كيجيو بهاد المنظر هذا، وكيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين بزاف تماما بحال اللي كناكلو في المطاعم، كيجيو زوينين. كنتمنى تجربوهم. كنقدموهم سواء بوحدهم اولا مع الروز اولا مع شي شلاضه. فبالنسبه للتقديم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الرغبه ديال كل واحد وكيفاش كيبغي يقدمهم. ولكن الفكره هي هذه، كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى تجربوهم. انايا قدمتهم مع الروز. فهنايا الروز سلقته ودوزته في شويه ديال الزبده مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وكنقدمو بحال هكا مع اي صوص كتبغيوها نتوما وبالصحه والراحه. كنتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده.